ازيكم عاملين ايه؟ من كام يوم دخلت لي الصيدليه ومعاها ابنها تقريبا عمره 3-4 سنين، وماسكه في ايدها شريط اقراص وبتقول لي الحقني يا دكتور، ابني بلع كذا قرص من شريط البرشام ده. طيب، لما مسكت شريط البرشام طبعا عرفت ان هو علاج للسكر، والطفل لما هيبلع منه كذا قرص فهو كده داخل في حتة خطر، مرحلة خطر ممكن لا قدر الله تؤدي لوفاته، ولازم سرعة التصرف وسرعة بديهة الأم تبقى حاضرة، ولازم المعلومات اللي هقولك عليها دلوقتي في الفيديو تبقى موجودة معاكي وحافظاها دايما وتقوليها لكل أم عشان تعرف تتصرف في الحالات الطارئة اللي زي دي. طبعا أدوية السكر بتخفض السكر، وهو خد كذا قرص، والأقراص دي بتبقى لناس كبيرة، فوارد جدا إن هو ممكن يحرق له السكر في دقايق. لو ملحقناش نتصرف هيخش في غيبوبة سكر لا قدر الله، ولازم يتلحق بمستشفى. ولكن في نقطة مهمة جدا قبل ما نعمل كل الحوارات دي. بصوا يا جماعة، الدواء لما بناخده بينزل على المعدة، ومن المعدة بينزل على الاثنى عشر. في الفترة بتاعة خروجه من المعدة للاثنى عشر ومنها إلى الجهاز الهضمي، العلاج تقريبا لو أقراص بتقعد في المعدة 20 دقيقة. 20 دقيقة دي أنا شايف إنها فترة كافية جدا إنك ممكن تلحقي ابنك، أو ممكن تلحقي بنتك، أو تلحقي طفلك عامة، وممكن تتجنبي مشاكل كتير هندخل فيها، وتلحقي تشيلي عبء كبير. والخطوات دي بنسبة كبيرة قوي مهمة جدا في انها تشيل عنك كتير من اللي ممكن يحصل. ليه؟ الأقراص لو اتحركت من المعدة ودخلت في الاثنى عشر مش هنلحقها، هتبدأ تخش في الدم وتبدأ تدي مفعولها. يعني الأقراص دي في خلال 20 دقيقة هتبدأ تدي مفعولها، اللي هي بتخفض سكر الدم، وبالتالي لازم نلحق الأقراص دي قبل ما تتحرك من المعدة للاثنى عشر. هنلحقها ازاي يا جماعة؟ بصوا، الإسعافات الأولية بتقول إيه؟ بتقول تخليه بقدر الإمكان يرجع. ليه يرجع؟ عشان يلحق يطرد الأقراص دي من معدته قبل ما توصل، أو قبل ما تبدأ تتحرك من المعدة وتدخل في الاثنى عشر. كل ما كان الموضوع أسرع، وكل ما لحقتيه بدري واكتشفت الموضوع بدري، كل الموضوع ما أو كل ما هتتجنبي الخطر بنسبة كبيرة قوي، ومش هنلجأ إن شاء الله، أو مش هندخل في مراحل خطر ومستشفيات والكلام ده. طيب، هنعمل إزاي الكلام ده؟ بمنتهى البساطة يا جماعة، لو مش جنبك أي حاجة عشان سرعة التصرف لازم نتصرف بسرعة، حاولي تحطي صباعك في بقه من جوه، أو في سقف حلقه من جوه. رد الفعل الجسم الطبيعي لأي حد، مش الأطفال بس، لأي حد هتخليه يرجع. واحنا عايزين الطفل يرجع عشان يطرد الأقراص دي قبل ما تبدأ تدخل في جهازك الهضمي ويبدأ يحصل لها امتصاص. لو عملتي الخطوة دي في أول 10 دقايق أو الربع ساعة، بنسبة كبيرة قوي أنت شلتي جزء كبير من عامل الخطورة اللي ممكن يودي الدنيا في حتة تانية خالص. طيب، مش عارفة تدخلي صباعك في بق الطفل والطفل عمال يعيط منك ويبكي ومش عارفة تفتحي بقه، هتعملي إيه؟ هتجيبي معلقتين ملح كبار وتدوبهم له في نص كوباية مية وتشربهم له الملح بنسبة كبيرة، هتخلي الطفل يرجع غصب عنه. ما عرفتيش تعملي كده ولا كده، تاخدي الطفل وشريط البرشام اللي معاكي على اقرب مستشفى. ضروري تاخدي معاكي شريط البرشام عشان الدكتور لما يعرف هو بلع دواء ايه يعرف يتصرف في الاتجاه المضاد ويلحق الطفل. مش لسه هندور او مش لسه هنراقب الاعراض اللي بتحصل للطفل ونبدا نعالج فيها. انت كده هتشيلي جزء كبير قوي من على الدكتور وهتسرعي في عمليه انقاذ الطفل. طبعا فضلكم يا جماعه، الخطوات دي ضروري جدا تحفظوها، ولازم تبقى عندكم سرعه بديهه. ومن فضلكم تاني، محدش ياخد ادويه قدام ابنه او طفله، لان الاطفال بتشوف الادويه قدامها وبتقلد الاب او الام وبيبلعوا الادويه دي كنوع من انواع التقليد، وهم مش فاهمين هم بيعملوا ايه. ومن فضلكم تاني يا جماعه، وصلوا الكلام ده لكل ام عشان تعرف تتصرف، لكل ام، لكل اب، لكل تيتا، عشان يبقوا حاضرين والمعلومات حاضره ويعرفوا يتصرفوا بسرعه في اقرب وقت ممكن. وفي كلا الأحوال، حتى لو الطفل رجع الأقراص دي ولحقناه في أول 10 دقايق ربع ساعة، برضو ضروري نوديه مستشفى، لربما يكون في جزء من الدواء ده داب وبدأ يحصل له امتصاص وهيبدأ يدي مفعوله. أرجوكم يا جماعة بلاش ناخد الأدوية قدام الأطفال، وأرجوكم وعوا غيركم من الناس. ويا رب أشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في الفيديو الجاي.